عندك أسرة وساكن مع والدك أو بالإيجار، أنت شاب وبتدور على شقة عشان تتجوز فيها. تقديمات شقق الإسكان بنسمع عنها كتير. هل فكرت إنك تقدم فيها؟ طب الطريق إزاي؟ ولو أنت قدمت فعلا هتاخد شقة ولا لأ؟ طب إيه هي الشروط والإجراءات المطلوبة؟ لو حابب تسمع إجابة عن كل التساؤلات دي تابعني في الفيديو ده. اعمل لايك وشير لو بتشوفني على الفيسبوك، واشترك في القناة لو أنت على اليوتيوب. السلام عليكم. علشان تاخد شقة في الإسكان لازم حاجتين: يتوفر فيه 5 شروط وتقوم ب5 خطوات. طب إيه هي الشروط؟ الشرط الأول إن سنك ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 50 سنة، وده وقت نزول الإعلان. الشرط التاني إن ما يكونش سبق ليك أنت أو زوجتك أو أحد أولادك القُصّر الحصول على وحدة إسكان اجتماعي أو قرض تعاوني أو قرض تموين عقاري. الشرط الثالث إن ما يكونش عندك أرصدة في البنوك تعدي ال50,000 جنيه أو شهادات أو ودايع. طب الشرط الرابع إنك ما تبقاش مالك لوحدة سكنية أو عندك بيت أو عندك ميراث. الشرط الخامس إن يكون ليك مصدر دخل ثابت وما يقلش عن 1500 جنيه وما يزيدش عن 4500 جنيه لو أنت أعزب. ولو أنت متزوج ما يزيدش عن 6000 جنيه أنت وزوجتك، ده في حالة إنها شغالة. ولو مش شغالة مرتبك أنت ما يزيدش عن 6000 جنيه، لانك انت وزوجتك كيان واحد ويتم معاملتكم معامله واحده. طب انا اتوفرت فيا ال5 شروط دول، اعمل ايه؟ عليك 5 خطوات لازم تقوم بيهم. الخطوه الاولى انك تنتظر طرح الشقق الاسكان الاجتماعي وفقا للاعلانات الدوريه اللي بتنزل من وزاره الاسكان، واشتري كراسه الشروط من مكتب البريد وبتبقى في حدود 100 جنيه. الخطوه الثانيه ان انا ادفع جديه الحجز، بتبقى في حدود 12500 جنيه، ده لو الشقه 75 متر، او 15500 جنيه لو الشقه 90 متر، وده حسب التقييم اللي كان حاصل دلوقتي في الاعلان ال 14. الخطوة الثالثة إن أنا أجهز كل الأوراق الشخصية بتاعتي والمذكورة في كراسة الشروط حسب لو أنا أعزب أو أنا متزوج، وأحولهم لملف PDF، وأدخل على موقع صندوق التمويل العقاري وأنشئ حساب على الموقع بالبطاقة الشخصية ورقم الموبايل بتوعي. بعد كده أعمل إيه؟ أعمل طلب حجز وحدة سكنية وأملى فيه كل بياناتي المطلوبة حسب ما هو موضح على موقع الصندوق، وأرفع الملف ده. طبعا مع رفع الملف ده بيبقى إيصال جدية الحجز في ملف لوحده وباقي الأوراق كلها في ملف لوحدها. بعد ما رفعت الملف أكتب تم الإرسال. بعد تم إرسال الملف كده خلاص يبقى أنا قدمت وحجزت في الشقق الإسكان الاجتماعي. يبقى أنا عليا إيه بعد كده؟ أدخل على الخطوة رقم 4 إن أنا أنتظر إعلان الكشوف. والكشوف دي كشوف إيه؟ كشوف إن أنا مستوفي الشروط أو غير مستوفي الشروط، وهل أنا ليا حقية في الشقة ولا ماليش حقية، لأن هو بيتم البحث عننا هل إحنا سبق أخدنا شقة ولا لا، وهل الأوراق بتاعتي مستوفية ولا لا. الكشوفات دي لو نزلت بيبقى فيها ترتيب أولويات، أولويتك إيه في الحصول على شقة. طب الخطوة الخامسة، ودي بعد ما اتأكد إن اسمي من ضمن كشوف المستوفين للأوراق والمقبولين للحصول على وحدة، ودي بتكون إمتى؟ بتكون في خلال من 2 ل4 شهور من بعد قفل باب التقديم. بعد كده بستكمل باقي حجز الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية، وده حسب الإعلان الأخير رقم 14، لأن الطريقة ممكن تختلف في الإعلانات اللي جاية. وبعد استكمال مقدم الحجز بينزل استعلام على موقع سكني ومحل شغلي، وبعد كده التحويل للبنك اللي هو جهة التمويل واللي بيقوم بعمل دراسة ائتمانية عن حالتنا والشروط اللي احنا ذكرناها قبل كده، وبعد كده التعاقد وانتظار اعتماد العقد من وزارة الإسكان واستلام الشقة اللي هنعمل لها فيديوهات تانية كتير عن كيفية الاستلام والإجراءات المطلوبة. ولو لقيت فيها أي ملاحظات أعمل إيه؟ تابعني باستمرار هتلاقي كل جديد. استفسار سيبه في كومنت تحت الفيديو وهنجمع كل التساؤلات وهنرد عليها في فيديو مخصوص. أتمنى أكون قدمت إفادة في الموضوع. ما تنساش تعمل شير علشان الغير يستفيد من كلام في المفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.